السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حباباتي في قناة لمستي الذهبية. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم كاملين مهنيين حبيباتي بمناسبة شهر رمضان. نقولكم رمضان كريم وعواشركم مبروك ان شاء الله، ويدخلوا علينا وعليكم الصحة والهنا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبيباتي انا اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم طريقتي في تحضير الشربات للشهر الفضيل. انا ما نديرش المركز ونحطه في المجمد، لانه احنا هنايا عندنا دائما الحوامض موجوده في اي فصل دائما، والاثمنه نتاعها ماشي غاليه، يعني متواجده في متناول الجميع. فلذلك انا ما نخبي لا عصير لا مركز الليمون ولا مركز برتقال، دائما ندير استعمالات يوميه. ويعني نفضل صراحة أني نشرب العصير مش من الكونجيل، يعني مش من الكونجيلاتور. فأنا هنايا عندي 1 كيلو من الليمون أو القارص مغسول، نقعته في الماء لمدة يعني 5 دقائق ماء وفيه قطرات من الخل حتى نعقمه، وعاودت شللته وغسلته ونشفته مليح. عندي هنايا 8 ملاعق من السكر حبيبات، و1 لتر من الماء. انا بواسطه هذه الاداه هذه تاع العصير عفوا تاع لي زيست راح نبرش القارص نتاعي. واللي ما عندهاش هذه الاداه هذه تقدر تستعمل غير سكرفاج كما راكم تشوفوا. تبرشوا فقط هذاك الاصفر، يعني البشور الصفراء، يعني ما تروحوش حتى الابيض، لانه هذاك الابيض هذاك راح يخلي لكم مروره في العصير تاعكم وتضطروا انكم تزيدوا السكر زياده عن اللزوم. بالنسبه للسكر وهذه المقادير هذه مضبوطه يا البنات. انا بالنسبه ليا يعني تجيني كيما نحب. نتوما اذا كنتو تبغيو السكر زياده او تحبوه خفيف على هذا العصير تاع نهار اليوم، تقدروا تزيدوا الماء 1.5 لتر وتزيدوا السكر ثاني. انا هنا بعد ما كملت هذاك الكيلو نتاعي كامل تاع الليمون، راح نزيد له 8 ملاعق تاع السكر. كما راكم تشوفوا السكر ما عمرتوش، يعني الملاعق ما همش عامرين بزاف، يعني مليح برك. فانا هنايا ضفت له هذاك السكر اللي قلت لكم 8 ملاعق، وراح نحكم بواسطه الاصابع لي زيست نتاوعي او قشور الليمون تاعي، ونفركهم بهذه الطريقه هذه بواسطه الاصابع حتى نستخلص هذاك الزيوت اللي في الليمون او قشور الليمون. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه حتى نتحصل على كومي باتي، يعني تخرج لي السكر هذاك يتشمخ لي كامل ويرجع لي رطب. كما راكم تشوفوا هكذا نبقى بهذه الطريقه هذه لمده لا تقل على 5 دقائق، يعني وانتي تحكي فيه هكذا بين الاصابع، وهو هذاك الزيت يخرج لك ويعطيك نتيجه افضل. او المهم انكم ما تروحوش حتى القشر الابيض هذا. كما راكم تشوفوا هذا هو الليمون تاعي، انا فركته يعني نحيت له هذاك القشور غير القشور الصفراء بهذه الطريقه هذه. صدقوني يا البنات انه هذه الشربات هذه صحيح انها مختلفه شويه وتديلكم شويه وقت، ولكن الصراحه بزاف مليحه وتعطيكم نتيجه ولا اروع مثل الشربات اللي في او عصير الليمون اللي في المحلات، يعطيكم نتيجه اكثر من رائعه. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا في لي كومونتير. بعد ما نكمل هذه الطريقه نتاعي هذه تاع الفرك، كما راكم تشوفوا السكر نتاعي راه تبلل بهذاك المستخلص تاع القشور الليمون. بعد ما نكمل هذه المرحله هذه راح الليمون نتاعي نحكم نعصره في العصاره تاع الليمون العاديه. نستخلص يعني عصير تاع 1 كيلو من العصير الليمون، وراح نضيفه لهذا البشر هذا. كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه. شوفوا كيفاش يرجع لكم القشور الليمون مع السكر، شوفوا كيفاش يرجعوا. بالنسبه للليمون تاعي لما عصرته انا استخلصت منه كاس. الكاس هذا يهز 240 ملي، غير باش البنات يكون لكم المقادير مضبوطه، يعني اللي كيلت لكم هكذا باش تعرفوا المقدار يعني المضبوط. فانا هنايا راح نزيد له هذاك الكاس تاع الماء، وزدت له ايضا وراح نزيد 1 لتر من الماء. نبقى نحرك فيه حتى نحس انه السكر كامل
ذاب، ما بقاتش يعني ما بقاتش في حتى حبة من السكر. بعد ما نذوب هذاك السكر كامل بهذه الطريقه هذه، راح نغطيه بورق البابي فيلم ونحطه في الثلاجه. بالنسبه لي انا في رمضان نديرو الصباح ونستعملوه العشيه، يعني في الفطور نلقاه واجد. الاخوات اللي ما عندهمش وقت بزاف يقدروا يديروه بعد السحور، او يقدروا يديروه حتى 4 ساعات، يعني تخليوه اقل شيء 4 ساعات باش يعطيكم النتيجه المطلوبه، ويعطيكم يعني النكهه هذيك تاع الشربات تاع البرا اللي نشريوها من برا. كما راكم تشوفوا انا هنايا السكر تاعي كامل ذاب، بقيت نحرك فيه حتى نذاب لي كامل، وراح نغطيه ونحطه في الثلاجه ونجوزو ان شاء الله في صحن التقديم. حبيباتي انا هنايا بعد ما هذه خليته ليله كامله في الثلاجه، وكما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه. اعطاني 1 لتر ونصف من عصير او الشربات. نتمنى ان الوصفه تاع نهار اليوم عجبتكم. اذا عجبتكم ما عليكم غير تخليوا لي لايك وتعليق وتشتركوا في القناه، تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وتفعلوا خاصيه الجرس حتى يوصلكم كل جديد قناه لمستي الذهبيه. والان نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.